السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن الاستفزازات المغربية لن تتوقف، وبحثهم الدائم عن انتصارات وهمية قد يصيبهم بالجنون، خاصة بعد فشل مناوراتهم الدنيئة خلال لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي من كأس الكافة الذي كان مقررا بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان. الخرجة الجديدة للمخزن تم برمجتها اليوم عندما يلتقي المنتخبي الجزائري والمغربي للشباب أقل من 21 سنة في إطار البطولة العربية لكرة اليد التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد أن يرتدي منتخبيها قميصا يحمل صور الخريطة الوهمية كنوع من الاستفزازات للجزائريين. ويقول الإعلام المغربي أن الاتحاد العربي لكرة اليد منحهم الموافقة للعب بأقمصة تحمل الخريطة المزعومة التي يقولون أنها تعبر عن الوحدة المغربية التي تظهر فقط جنوبا، بالموازاة مع صمت مذل عند الحديث عن مدينة سبتة وميليليا والجزر الجعفرية التي تسير عليها إسبانيا. يذكر أن الاستفزازات المغربية في البطولة بدأت مع اللقاء الأول للخضر أمام المنتخب السعودي، حيث تم قطع النشيد الوطني في منتصفه، ولكن اللاعبين الجزائريين وصلوا أداء النشيد قاسما بصوت عالي جدا أربك معلقي المقابلة ومعه كل الحاضرين بالقاعة. لا تنسوا الاشتراك وتدعيم ابن بلدكم الجزائري. إن شاء الله نلتقي في حصة جديدة.